كما عودناكم تحاول اليوم الراديو الحوار من بي باش نشوفوا اليوم طريقة البيع والشراء في البومزين والكنال وما يتبع ذلك. معنا مواطن فهمتني ونشوفوا فهمتني بصدق. خويا شنو هذا؟ هذا بومزين معنا. راه خويا نجم نشوفوا؟ لا خرج لي عاد السلعة خلينا نشوف بابا. السلعة اللبنانية. هاي بابا خلينا نشوف. نسلي على النبي. اش عطاوك فيه هذا؟ هذا 15,000. 15,000 هو رخيص. رخيص نورمال. رخيص وحنا نعرفوا سم البومزين ولا يوصل حتى المليون واش؟ المليون خويا تقول له مليون يقول لك 50,000. هذا يسوم رمزي هذا. 100,000 يقول لك 10,000. سوم رمزي هذا. حسب رايك انت السوق هذيا نتاع العصافر في منزل بورقيبه يعني في السوق العصر يعني فما بال المنازليه فما ناس تتوافد على السوق هذايا. فما خويا. منين مثلا منين يجيو؟ يجيك من تونس يجيك من مراكش يجيك من بنزرت. يسمع عندك عصفور يمشي معاك انت نفحه. ايوا نفحات يعني. وانت نافعه يعني ولا تبيع وتشتري؟ نافعه يعني. والعصفور هذا كأنه معلم خويا. شكون مولاي العصفور هذا؟ معنا السيد. معنا السيد. خويا ايش يسوي العصفور هذا؟ ايش يسوي الممزين؟ 800 دينار. يعني والسوق مازال يعني باش يطلع السوق نتاعو كاين. يعطوه يعني 800 دينار. يعني ما لاحظش يعني اللي لاحظناه احنا في سوق العصافر لهنا ما عادش موجود برشا سيرتو البومزين. علاش حسب رايك علاش انقرض يعني نوع من الطيور هذه يعني؟ ماش فما منه. ها؟ ماش فما منه. ما عادش موجود. ماش موجود. هنا في سوق الاسبوعيه هذه في منزل البورقيبه يعني لاحظنا اللي برشا يتوافدوا على سوق العصافر هنا ولاحظنا اللي ما همش كلهم نازلين يعني الماجوريتي ونشوفوا فيهم يعني يجوا من كل بلاصه من تونس من بنزرت يجوا على البومزين يجوا. معلم ليك الكنالوات هذوما ايش يسواو هذوما؟ حسب التقريب يعني المعدل نتاع الاسواق نتاعهم. يعني حسب رايك انت اما اغلى تو البومزين ولا الكنال؟ البومزين. علاش البومزين اغلى؟ الموجود بقل هو البومزين. يعني حسب رايك انت تعرفش اللي فما اسباب فهمتني خلات البومزين ينقص يعني موجود؟ ايه هو منقرض خاطر منقرض. ايه الاسواق نتاع البومزين حسب رايك انت تتراوح بين قداش وقداش يعني؟ توصل حتى المليون البومزين. المليون. وانت عندك برشا تجي لسوق العصافر هنا في منزل بورقيبه؟ ربي انا وبابا. انت يعني نفحه ولا تجاره ولا خدمه؟ نفحه ومنها تجاره. انا مشيت نفحه وواحد انا دبر منها في مصروف هكا هاو. حسب رايك انت هنا في السوق هنا كان نازليه تجي ولا فما ناس اخرى تجي من خلطين؟ وهنا بار العصافر فماش حاجات اخرى تتباع يعني كيما كلاب. كلاب من نوع يعني؟ كيتبور كانيش. ايوا كلها تتباع. ولا حتى الحمام يتباعوا. فما يجيبوا الحمام لهنا. هذه صورة عامة للسوق هنا بتاع العصافر في منزل بورقيبة. نشوفوا اللي السوق فهمتني بدا بشوية بشوية يتعبى. هذه رؤية شاملة على البطحة هذيا اللي في سوق العصر.
كما نشوفوا زاد عندنا في السوق العسافر في منزل بورقيبه بار البومزين والكناري اللي هو الكنالو، عندنا زاد نوع من الكلاب اللي هو شنو نوعه هذا؟ ستاف امريكان. ستاف امريكان، يعني هذا للبيع ولا كيف؟ للبيع. للبيع. قد ايه وصل سومه هذا؟ 200 دينار. يعني شنو هو ناوي على ربي انت يا سوم؟ باللي يحب الشاري. باللي يحب الشاري. موجود بكثره هذا حسب النوع هذا بتاع الكلاب، ها؟ مش موجود الكلام. مش موجود. اي هذا يعني ماهوش موجود بكثره، تلاحظش انت اللي 200 دينار شوي عليه هذا، ها؟ تلاحظش اللي شوي عليه 200 دينار؟ اللي يعرف قيمته يشتريه. نشوفوا لهنا كذلك حتى ليزاكسيسوار في سوق العصر، في سوق نتاع العسافر حتى ليزاكسيسوار موجوده. اللهم صل على النبي، ما يستحقش واحد يعني باش يهبط للمنصف به، ليزاكسيسوار كلها موجوده. انا نشوفوا فيها معلم. صباح الخير. ايش سؤال وحي خويا؟ مولاي ما يسالش. نعم خويا 30 دينار. شنو نوعه هذا؟ كنالو. كنالو وين النوع؟ الكنالو اللي نعرفوه احنا اصفر. بلدي. نعم؟ بلدي 30 دينار. لاحظتش اللي شويه عليه 30 دينار هذا؟ 30 وما تباعش. هذايا جمعه الاولى انت اللي تجي تسول على السفر هنا في منزل بورقيبه؟ نعم؟ مش كل حد. اي يعني تاجر انت نتاع كنالوات وعلى السفر والا نفحات يعني نفح؟ ولا نفحات يعني ربي. نفحات. اي هذا يذكر ساعه تذكر انت يمكن على هذاك يعني السلوم نتاعو ماهوش حاجه. وهذا خويا نتاع شكون الوحيد هذا؟ الكنالو هذا شغل كاين وشغل. كنالو باناشي. ايش تسوي خويا هذا؟ ايش تسوي؟ 30 دينار انفذ هذا؟ علاه سوم الانفذ ديما اقل من سوم الذكر؟ الذكر ديما اغلى من الانفذ. ديما اغلى. والنوع هذا يعني موجود بكثره هنا في السوق البلدي. النوع هذا موجود بكثره ولا لا؟ خاطر مادام السوم هكايا 30 دينار نتصور اللي هو موجود بكثره. كما ذكرنا سابقا اللي تو انا نشوفه في السوق العصر في منزل بورقيبه وبالتحديد في سوق العسافر، لاحظنا اللي برشا متوافدين على السوق هذايا سواء من نازليه او من وتوانسه كذلك. وماطريه وبنزرتيه كما ذكر السيد. هذوما كوبل نتاع كنالو وبلدي زاد. انا كايني وليت باش نولي نفهم في العسافر. معنا سي فيصل هو التاجر نتاع عسافر فهمتني. فيصل شنو رايك في سوق العسافر هنا في منزل بورقيبه؟ والله سوق العسافر تاو منزل بورقيبه بالنسبه لتويكر معناها ما فماش عسافريه صحاح بالضبط. العسافريه صحاح مشات معناها عندها مده كبيره ياس. بالنسبه للمقني هو البولدين منزل بورقيبه. ايوه تسمى مقني معناها في تونسي. معناها ما عادش موجود. علاش هذا كله ما عادش موجود؟ معناها يجوا معناها وقت السيزون تاع الكراك تاع العصفور البر يقطعوا جمله واحده. شد معناها اللنثه والفرخ يصير وكله معناها شخرا معناها مقطع.
منزل بورقيبه من هنا، منزل بورقيبه من قديم معناها مستسمي على البرمزيه من اوائل معناها الجمهوريه التونسيه هي منزل بورقيبه في العصافر. تنجمش تفكرنا وين كان سوق العصافر قبل ما يولي في الجرده هذه؟ ما فما حكايه 200 متر من هنا على السكه. يعني وين كانت البطحه نتاع السكه؟ وين كانت البطحه تاع السكه هذيك اصل الاصيل تاع العصافر. وكان معناها فما زروس كبار، فما كانوا جماعه اجانب واحد يقولوا كوكور، فما عمك مصطفى، فما الشادلي الاحمر، فما هذوما العصافريه اللي بالدم هذوما اللي بالدم الصحاح تاع منزل بورقيبه. ايوه فما توك معنا جينيراسيون جديده معنا الشباب تاع توك. بالله. وبالنسبه الكوميرس موجود يعني تو انا حسب ما شفت لهنا فما ناس عندها نفحات وفما ناس مترسمه يعني كل جمعه نشوفوهم لهنا. فما موجود فما تجاره الاسواق كل نهار وقسمه. هو انا شفت تو قبل ما نجيك لهنا شفت واحد عنده بومزين يبيع فيه ب 15 دينار، تعديت للبومزين الاخر قال لي عطوه 700. موجود. شنو هو الفرق يعني؟ وزوز الذكوره يعني موجود. شنو هو الفرق؟ صعيب شويه تلقى بومزين ب 15 تو وقت الحال. لا موجود. تو كان رجعنا تو نقول لك عليه اللي ب 15. صعيب شويه. ب 15 دينار. 70,000 70,000 صعيب شويه. السوم هذا صعيب شويه. المقني تو البومزين معناها من 70 وانت تابع. والشارف الكبير معناها يوصل حتى زوز ملايين ونص مليون. الشارف شو معناتها شارف؟ شارف معناها كبير، بومزين كبير، مقني كبير. وعندها الطرقه بتاعها الطرقه التونسيه هذه غير فصار معناها الطرقه بتاعها. هذا عصفورنا نحن. بالنسبه للبومزين هذا يعني المقني هذا شنو نسموه هذا؟ هذا بومزين المقني. شنو سمعت بكره بلال اخر عليه شنو هو الطرقه؟ الطرقه التونسيه. الطرقه التونسيه. هذا عصفورنا نحن هذا عصفورنا نحن. اخوك قيس هذا. قيس ترابلسي. قيس ترابلسي هذا عصفور قيس. لو تعطينا فكره على العصفور نتاعك هذا. هذا بوه زاد من الاقدميه بتاع العصافر. عمها زاد عصافر. عرفنا بروحك. عائله كامله عصافر. قيس ترابلسي. اي عندك برشا في الميدان هذا يا قيس؟ عندي برشا. ابي هكاك يعني. ويلندرا انت يعني ولا العائله ولا عندك شكون في العائله يعني؟ بابا معناتها. شكون بوك اللي كان يعني هنا يعني تسمى من القدم يعني في سوق العصافر؟ العباد اللي تربي في العصافر. سيسكو محمد صالح. وعندي عمي معناتها اخو بابا. شو اسمه عمي؟ محمد صالح سيسكو. محمد صالح سيسكو هذا معروف يعني يبيع ويشري ويربي يعني ونافع بالعصافر. عارف هذه فرحه. كي لو تحكي لنا على البومزين هذا اللي في لك تو. البومزين معناتها يتربى من اللي معناتها فرخ صغير مكني. جين يعني نقولوا احنا مازال جين. لغتنا نحن نقولوا جين. ايوه. فرخ صغير تربيه بشوي معناتها عامين ثلاثه اللي يولي معناتها وتسنت ولا عندكش عصفور معناتها يعني اكبر منه تسنت عليه. وقت اللي يكون جين يعني الحموريه ذي اللي في وجهه تكون موجوده ما فيش. لا ما تكونش. يعني بعد مرور الوقت والتعشعيش نتاعو العصفور يولي هكا يتغير. الاسوام بالله يا قيس كان تعطينا لمحه على الاسوام نتاع البومزين في منزل بورقيبه. النبره نتاع العصفور فما عصفور يفسد الطرقه معناتها فهمني. الطرقه الاصيله نتاعنا نتاع منزل بورقيبه نتاع تونس. معناتها كي نقولوا نحن الكاردينال جبل سيدي يحيى نتاع منزل بورقيبه. لا ترى في جبل سيدي يحيى ما عادش موجود عاد بومزين. معناتها نتاع السبعينات. فما طرقه مازالت موجود. يعني هذا سمى العصفور اللي في ذاك انت هذا البومزين سمى حاجه هذا يعني ينجم يكون من سيدي يحيى في منزل بورقيبه. ممكن مش نقول لك من البلاصه هذيك بالضبط تحديدا ممكن يكون ما فماش يعني اماكن مازالت موجوده هنا في منزل بورقيبه ولا في الدواير نتاعها مازال تلقى فيها يعني المنازليه وين يصطادوا يعني البومزين موجود ولا؟ صعيبه شويه. فما جيرة مات خارج مات شويه فهمني فما بلايص فيها مازالت فيها موجود البومزين.
راهو السوق حسب رايك انت فما ناس متوافدين لنا على السوق هذايا ابار المنازليه اللي قاعده تجي تبيع وتجي انت تجي من ماطر يعني كل جمعه تجي من ماطر هنا كل جمعه نجي من ماطر هنا. انا ملي انا صغير ديما نجي لهنا صغير نجي نشري ونبيع في العصافر. مرحبا بك. نربي العصافر في الدار واليمام والحمام وكل شيء نربي. كل شيء نربي في ماطر. راهو سوق يسمى هكا مازال ما تعباش يعني مازال يتعب السوق مازال شويه وهذا يا ولد عمي نور الدين العروسي. نور الدين العروسي عنده حانوت تاع عصافر لهنا يعني عنده لوكاله عنده لوكاله يعني بس فما ناس يعني ماهيش يعني نفحه برك يعني لا تخدم خدمه ونربحه وغرام وناس تسقرت منها يعني ناس تسقط منها.